رحيم اسمعني رحيم. اصابه مباشره جت بالار بي جي شفته؟ هو هذا كان متحصن به صار له ساعتين. عبد الله جهازك وين؟ اسمعك على ساو المنادي انتبه انتبه ينزل من بيت البيت. شفت شلون انهرش؟ يا عبد الله وين دنق راسك وين طلع؟ وين؟ دنق راسك وين؟ دنق راسك دنق راسك وين؟ شغله راكب لي على البيت قام ينتقل على شنو البيوت. هذا البيت الامامي هسه. إيه. شباب الحمر؟ لا يا سارة. تمام؟ هذا ممثل. لا تظل بمكانك. كنك مايل ما عند روحه وايد. مثل البرج يعني القديم هذا. حجي شوي على كيفك الله يخليك. مكتوب يصير ابن عمي. والله القادسية كانت صفحة. والمعارك اخذت صفحة. اكشي بهذا البيت البيتان. هسه هم دول الثنين العبر. هم دول هنا غير؟ صعد عليهم قناص قديش اخذ هاي انا عاشت ايدي. يلا. محمد سمك هذا قال. انا بالحج. سيد مو كيف فتحه؟ فتحه فوق البيت هنا يا عواز. بس مرخصتك هاي. ايه عبد الله هو يجي يساعدون؟ سيد ماكو. دير بالك انت رصدني يا وليد. ابو شبابيش الحمار؟ الفوق بيتونه مالته. شباب يجي الحمر فوقه. ايه بيت البارحه القلقونه. البيت القلقونه دخلت. باكيت مال عتاد. سمير. ايه تمام سيدي تمام. سمير. كاظم المكيف ها؟ المكيف بس ما مكيف هذا هو عشان شو اسمه قال شيخ دوتر هذا كثير
واجبنا ان شاء الله نقضي على داعش واعوان داعش. اليوم شنو سويت؟ والله اصبنا اليوم قناصين وعجلتين الهم لتنظيم داعش الارهابي، وان شاء الله احنا مسيطرين عليهم. زين اذا طال واجبك هنا راح تستمر تبقى ما عندك مشكله؟ ان شاء الله اي مشكله ماكو، ما زال احنا نقضي على داعش واعوانه، لو نبقى شهرين هنا احنا ما عندنا اي مشكله. زين انت الشعب العراقي جاي يشوفك وانت جاي تقاتلنا بالفلوجه، شو تقول لهم؟ شو توصل رساله لاهلك للناس اللي جاي تتابعك؟ والله سلامي لاهلي ولكل الاصدقاء والعراقيين، وان شاء الله احنا منتصرين على داعش واعوان داعش ان شاء الله. تعهدهم راح تبقى هنا تقاتل الى ان تحرر الفلوجه؟ ان شاء الله راح نبقى هنا الى اخر قطره دم بالوريد. اقضي على الارهاب واقضي على داعش المجرم واقضي على كل ارهاب هنا، وسندخل الفلوجه وسيشهد لنا التاريخ ان شاء الله. زين انت شو تعاهد الناس اللي جاي يشوفك وانت تدري بك جاي تقاتل هنا، شو تقول لهم؟ اقول لهم ما دام الفرقه الذهبيه موجوده العراق ان شاء الله بامان. ان شاء الله. زين اهل الفلوجه اللي مهاجرين من عندها اللي نازحين شو تقول لهم؟ اقول لهم ان شاء الله هي مساله وقت ومحلوله ان شاء الله، لان ذول جراذيم داعش هذول كلهم قادرين وواثقين وما يقدرون يوصلون لهنا ابد. زين صار لكم ايش قد هنا مرات؟ تقريبا انا صار لي 14 يوم. وما يعني عادي اذا تاخرت ما نزلت؟ عادي ما عندنا اشكال. احنا بخدمه العراق، بخدمه الشعب العراقي. انت صار لك كم يوم هناك قاتل، شنو شعورك؟ شلون معنوياتك؟ والله معنوية عالية. شنو هدفك؟ ايش تريد تسوي؟ هدفي ان شاء الله بحيل الله، لان تاذينا هوايه من ناس ما نعرفها جاي تجي وتقاتل وجاي تقاتلنا. زين انت صار هجوم اخير هذا قبل يومين، شنو سويت صار هجوم؟ والله معنوية عالية، ورادوا يعني يستحلون المكان وما قدروا. زين واعتقد انت صورت الجثث اللي هم انقتلوا، مو كلهم عراقيين، مع ذلك يعني بيهم من كل الدول. زين انت راح تبقى هنا يعني الى ان تنتهي المعركه؟ ان شاء الله بحيل الله، ما دام بعد بينا روح وعندنا معنويه عاليه ان شاء الله ظالين. زين انتم اكو قناصين بهاي المنطقه، انتم ما جبتم تردونهم؟ ان شاء الله ان شاء الله حوالي بالثلاثه من عندهم تكتلوا. زين والباقين جاي نرصدهم وان شاء الله بحيل الله ينتهون. زين انت شو تعاهد الشعب العراقي انه راح تحرر الفلوجه ان شاء الله؟ ان شاء الله بحيل الله، ما نقبل نكسين يطبون لهاي القاع وهاي الارض العزيزه علينا. زين ذول الجماعه تنظيم داعش شو توديهم رساله تهددهم انه انت باقي هنا تقاتلهم؟ والله باقيين هنا وما نطلع، لو هم لو احنا، وعادي دمنا يروح فدوه للعراق والشعب العراق. والله جايين نقضي على هاي الجرذان داعشيه ونقضي على الارهاب هنا بالفلوجه وكل محافظه بالعراق ان شاء الله. زين انت هنا صار لك كم يوم هنا؟ والله صار لي 14 يوم هنا. وشنو ليش ما يعني باقي هنا ما عندك مشكله؟ لا ما عندي اي مشكله، وباقي لحد ما تصفى كل الاوضاع هنا بالفلوجه وباي محافظه بالعراق. زين الناس المهجرين الفلوجه شو تقول لهم؟ والله اقول لهم ان شاء الله يصبرون وان شاء الله بس ان شاء الله يرجعون لاهلهم؟ ان شاء الله يرجعون وماكو اي شيء. وانتم ما عندكم مشكله حتى لو تاخرتوا؟ لا ما عندنا اي مشكله، قد ما نبقى عادي. البيت الاحمر المحروق يقول مباشره اذا شوف الشيء بس قل يمين بصفه جاي نشوفوا هسه البيت الاحمر. جاهز قلبي. ايه جاهز قلبي.
هو تابع عنا من الناس احمد فوزي كيف؟ يعني مسافه منها كذا تقريبا كيلو ابو مريم اسناد ابو مريم اسناد الى الموقع. حراس الوطن حراسنا واحنا عيدنا رجال بصول وتجول فن واحد يخدش من احساسنا احنا غيره ومرجله ونعمل نعم والشرف يتنمس بنوماسنا انا بن ساخه وبن شط العرب اهلي غربيه وشرق بلادي تحسب الف حساب كل الدنيا هاي تخاف كلها من يطق سنايد الدنيا من تتنخ تصرخ يا عرب كلنا عد عناج واحنا كل الكون يحب السماء ماكو بدء عباس بس عباسنا ماكو بدء عباس بس عباسنا هذا أحد قناصي عناصر داعش متمركز بأحد البنايات مسوي له فتحة بالحائط يحاول عن طريقها رصد تحركات مقاتلينه خارج هذا القناص مالتنا تعالجت وياه بصاروخ قاذفة RPG ضد الأشخاص. وشنو كان إصابته؟ الحمد لله والشكر الإصابة ناجحة 100%. زين كم يوم صاركم ماسكين هاي الأرض؟ احنا صارنا 15 يوم بالضبط 15 يوم في المنطقة هاي. زين الهجوم مال البارحة شلون تعاملت وياه؟ البارحة الحمد لله والشكر بجهود مقاتلي جهاز مكافحة الإرهاب استطاعت القوة انه تشتت العدو بأربع محاور وكل محور عالج المنطقة اللي أمامه من فضل الله سبحانه وتعالى. تمكنا من القضاء عليهم ودحرهم اللي قتلناه واللي لاغ بالفرار انهزم. زين تو الموقع الحدث تقريبا اعدادهم جيت قتلتوا من عندهم شنو اللي حرقتوه عندهم؟ يعني احنا اول شيء فجرنا عجلة مفخخة كانت تحمل مواد متفجرة شديدة الانفجار نوع شفل بلدوزر وعجلات احادية عجلات رباعية دفع تحمل رشاش احادية. اما الاعداد كان يعني بين 500 الى 700 مقاتل تقدموا علينا من 4 جهات. زين. قد قتلتوا من تقريبا؟ استطاع قناصتنا والابطال من منتسبي جهاز مكافحة الارهاب من قتل اللي شافوه بشوف عين يعني اللي شفناهم قدامنا اللي حصيناهم 80 عنصر. اما القتلى اللي داخل البنايات لا اعتقد العدد يعني يفوق هذا العدد بهوايه. نعاهد ابنائنا واخواننا من ابناء الشعب العراقي وابناء الفلوجه الغياره الكرام انه ان شاء الله بجهود
جهاز مكافحة الإرهاب ننبق بأي عنصر من عناصر تنظيم القاعدة وداعش الإرهابيين، ونعيد المدينة إلى سابق عهدها بالقريب العاجل إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا جزيلا. أهلا وسهلا. حياكم الله احبتي مشاهدي قناه آفاق الفضائيه، نرحب بكم من جديد وهذه الجوله الخاصه مع جهاز مكافحه الارهاب في مدينه الفلوجه وبالتحديد في منطقه الهياكل. اليوم راح ناخذكم بجوله حول منطقه الهياكل وكيفيه انتشار هذا الجهاز البطل، جهاز مكافحه الارهاب، واللي سيطر على هذه المنطقه منذ فتره طويله، واللي صدى الهجمات عديده من قبل التنظيم الارهابي. اليوم راح تشوفون البنايات وراح تشوفون اهل المنطقه اكيد يعرفون منطقه الهياكل ويعرفون تشكيلها وكيفيه انتشار جنودنا الابطال بها، فابقوا معنا في هذه الجوله. ثابت بالارض واحنا فوق النجم، ثابت ساسنا من يطيح عقاب نقتل لو نموت، لان تاريخ العقاب من راسنا، واحنا معروفين بالشده سلم، القمر من فوق دنق باسنا، احنا من نختار حتى الدم يفور، نحرق الجو من تطق براسنا، يا عراقي الخير يا دجله وفرات، الكرم يتفهم من ديوانك، احنا كلنا اخوان من ام ويا اب، والعراق يطولك كل اخواني، دار كل الكون يدخل منا دور، الله يستر منا كفر داني، احنا فينا الغيره تيق وما تزول، غيره ما تقبل تروح الثاني، غيره ما تقبل تروح الثاني. العراق تدري يسأل عن العراق بين من بعيد، رفعت راسنا العين نطار، دون اهل الثقار، لو رفع الراس الوطن الراسنا، واحنا عيدنا رجال تصل وتجول، فن واحد يرجش من احساسنا، احنا غيره ومرجله ونعمل نعم، والشرف يتنغمس نوماسنا، انا بن ساخه وبن شاط العرب، اهلي غربيه وشرق بلاد. الان احبتي في تشوفون وصلنا الى احدى البنايات اللي يسيطر عليها جهاز مكافحه الارهاب وما يسمى بالفرقه الذهبيه، والمنتشر داخل منطقه الهياكل بالكامل والمسيطر عليها والمنتشر في جميع بناياته. راح ناخذكم بجوله حتى تشوفون هاي البنايه كيف مطلع على حي الشهداء، وهي اخر نقطه في منطقه الهياكل ينتشر فيها جهاز مكافحه الارهاب بمواجهه التجمعات الارهابيه لتنظيم داعش. بسم الله الرحمن الرحيم. هاي صور الاسلحه المتوسطه والخفيفه اللي تركها تنظيم داعش اثناء محاولته التعرض الى قطاعاتنا في منطقه الهياكل، بعد ان صدينا هجومهم وكبدناهم خسائر قتلى وجرحى بالعشرات، ولوا هاربين مع ترك كافه اسلحتهم الخفيفه ملقاة في الشارع. هاي بعض الاسلحه اللي انقتلوا هم، والبعض الاخر فر من المنطقه. هاي آثار عجلة مفخخة حاولوا اقتحام بها منطقة الهياكل، اصطدوا لها جنودنا الأبطال من أبناء جهاز مكافحة الإرهاب، وتم تفجيرها داخل خارج المجمع، وقتل الانتحاري اللي حاول يفجر نفسه بها. طيب هاي الفتحة اللي حاولوا يفكونها بالجدار؟
هاي الفتحة رادوا يسوون ثغرة حتى يستطيعون الدخول لمنطقة الهياكل والاستيلاء عليها، لكن اخوانكم من ابناء جهاز مكافحة الارهاب صدرهم بقوة واقتدار وكبدوهم القتلى وتركوا اسلحتهم ومعداتهم وولوا هاربين. ترى هاي شنو الكيل اللي مال شفل شنو اللي جاي؟ هذا شفل كان يحمل رشاش احادية 12 ونص، حاول ايضا يقتحم البناية، دمروها ابناء جهاز مكافحة الارهاب باستخدام قاذفات الRPG-7 وقتلوا كافة من موجود في العجلة. طيب هسه احنا بمنطقة الهياكل، المنطقة اللي قبالنا شو اسمها؟ هاي منطقة الشهداء، تعتبر الشريان اللي يواصل بين منطقتي المدخل الفلوجة من الجهة الجنوبية. طبعا احبتي مثل ما تشوفون احنا بالبنايه المقابله لمنطقه حي الشهداء مباشره، بعد ان استمعتوا لحديث السيد رائد من احد الضباط من جهاز مكافحه الارهاب اللي شرح لنا حول الهجوم اللي حدث يوم امس. حصل هجوم على منطقه الهياكل، اكثر من يعني الارقام تشير الى اكثر من 250 مقاتل تم قتل، يعني 250 الى 500 لم يعرف العدد بالضبط، تم قتل ما احصاه الجهاز هنا في هذه المنطقة أكثر من 80 مقاتل وجرح العشرات منهم وتدمير عجلة الشفل اللي شفتوها، وكذلك حرق ثلاث سيارات وقتل الانتحاريين اللي حاولوا يتسللون خلف هذا الساتر، وهم الآن جهاز مكافحة الإرهاب منتشرين بشكل كامل في منطقة الهياكل ومنطقة الشهداء. حي الشهداء قلب الفلوجة الآن أمامكم مباشرة، واللي شفتوه بهذه الصور. إخواني مشاهدي قناة آفاق، هذه المنطقة المجاورة إلى منطقة الهياكل، منطقة الشهداء ومنطقة النعيمية، حاليا هي كلها تحت سيطرة أبناء جهاز مكافحة الإرهاب، ما هي إلا أيام قليلة حتى يتم تطهير هذه المنطقة بالكامل. زين تظهر على الساتر هناك اكو عجلة محترقة أو شيء يعني جاي أشوفها المشاهدين صورة أمامهم؟ صحيح هاي عجلات تحاول كانت تنقل عناصر تنظيم داعش وعالجوها أبناء جهاز مكافحة الإرهاب وتم تدميرها. استخدموا أكثر من وسيلة وأكثر من نوع من العجلة، عجلات حمل وعجلات دفع رباعي. الآن أحبتي بعد ما اصطحبناكم بهذه الجولة داخل منطقة الهياكل وشفتوا قواتنا البطلة اللي تنتشر في أغلب الهياكل، هياكل الجامعة بمقابل منطقة حي الشهداء والنعيمية. الآن وصلنا إلى ختام هذه الجولة مع نهاية وحلول الظلام، وإن شاء الله يوم غد سنصطحبكم بجولات أخرى لتتعرفوا على كيفية قتال أبنائكم من جهاز مكافحة الإرهاب وأبطال الجيش العراقي في منطقة الهياكل وباقي مناطق الفلوجة، وتشاهدوا كيف تتقدم قواتنا بثبات باتجاه تحرير مدينة الفلوجة إن شاء الله عن قريب. كان معكم أحمد البديري من منطقة الهياكل في الفلوجة.